دخل جنود الاحتلال قرية فاغتصبوا كل نسائها إلا واحدة من النساء، قاومت الجندي وقتلته وقطعت رأسه. وبعد أن أنهى الجنود مهمتهم وعادوا لثكناتهم ومعسكراتهم، خرجت كل النساء من بيوتهن يلملمن ملابسهن الممزقة ويبكين بحرقة إلا واحدة. خرجت من بيتها تحمل رأس الجندي بيدها، وكل نظراتها عزة نفس واحتقار للأخريات. فقالت لهن: هل تعتقدن أن أتركه يغتصبني دون أن أقتله أو يقتلني؟ نظرت نساء القرية لبعضهن البعض وقررن قتلها والتخلص منها، كي لا تتعالى عليهن بشرفها ولا تكون مميزة عليهن، فهجمن عليها فعلا وقتلوها. كل منا يحمل قصة قريبة من هذا النوع، وعلى وجه الخصوص بلداننا العربية التي تم تدميرها. فكم موظف شريف رفض الرشوة أبعد عن وظيفته، وكم وطني حريص على وطنه حورب وجرم وهو الآن في السجن. هكذا هم الفاسدون في مجتمعنا اليوم. نعم، يرفضون ويعزلون ويحاربون الاستقامة والشرف. نعم، فلا مكان للشرفاء بين الفاسدين الكثر، كي لا يكون أحدهم شاهدا على فسادهم وظلمهم المستحكم. أنا لا أقصد فساد الحاكم فقط، بل الفساد الذي يطال الأغلبية إلا من رحم ربي. فلا صوت يعلو تجاه الفساد لانشغالهم بحصاد الدنيا، حتى أصبح لكل منا ثمن تجاه الحق، ابتداء من أكبر موظف حتى عامل مواقف السيارات في الشارع المغتصب. ما رأيته وما لمسته في شوارع بلدي هو الكل ينهش في الكل وبافتراس. الكل يتحدث عن الفساد والكل فاسد، الكل يصلي للرب، الكل ينهج منهجا دينيا. الأفضل لكم أن لا تدعوا الله ينصركم على أعدائكم، بل ادعوه لينصركم على أنفسكم. ولا تحجوا بيت الله، لأن الله ليس بغافل عما تعملون، لأنكم تجرون بالوطن إلى النهايات. فالطمع قد عمى العقول. هكذا نحن اليوم أسفا عميت عقولنا.